السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد، وياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. خبر النهاردة مهم جدا لجماهير الأهلي. الإعلامي أحمد عبد الباسط خرج بتصريحات قوية بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، واللي كان فيه مناقشات مكثفة بخصوص المدير الفني الجديد للفريق. ووفقا للتصريحات، في اسم جديد دخل بقوة ترشيحات النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية في الفترة القادمة، والاسم ده هو المدرب السويسري ريني فايلر. أحمد عبد الباسط أكد إن فايلر أصبح ضمن الأسماء المطروحة بقوة بعد تقييم شامل للوضع الحالي للفريق واحتياجات المرحلة الجاية. والأهم من كده، أكد إن الترشيحات الحالية لا تشمل مارسيل كولر ولا بيتسو موسيماني، وده معناه إن الأهلي بيفكر في اتجاه جديد ومختلف تماماً عن الأسماء المتوقعة. وخلينا نفتكر، فايلر سبق ليه تدريب الأهلي وحقق نتائج مميزة جدا، وكان ليه بصمة واضحة مع الفريق، وده اللي ممكن يخلي عودته اختيار منطقي في نظر الإدارة. والتساؤل هنا، هل تكون عودة فايلر هي الحل، ولا الأهلي عنده مفاجآت تانية؟ في النهاية، كل المؤشرات بتقول إن الأيام الجاية هتشهد إعلان مهم جدا بخصوص المدير الفني الجديد، وجماهير الأهلي مستنية القرار النهائي بفارغ الصبر. قولولي رأيكم في التعليقات، هل تؤيد عودة فايلر ولا شايف إن الأهلي محتاج مدرب جديد بفكر مختلف؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.